سلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ مشكلتنا النهارده بقى مشكلة يعني طويلة حبتين. هنقول ان صاحب المشكلة اسمه احمد. استاذ احمد بيقول ان هو متجوز من 8 سنين، وهو ومراته عايشين لوحدهم وربنا ما كتب لهمش الخلفة. يعني هي المفروض ان هي لو عايزين يخلفوا هتعمل عملية بسيطة، بس طبعا الراجل عشان خايف عليها لان هي بتتعب من اقل حاجة مش عايزة تعمل العملية، وقال لها يا ستي انا مش عايز ولاد. بالرغم ان اهله دايما يسمعوه كلام زي السم علشان نفسهم ان هو يخلف، فقالوا له لازم تعمل العملية علشان تخلف، وهو مش عايزها تعمل العملية عشان هو خايف عليها. وبرغم كده بيسكت وما بيتكلمش ولا بيقول لها اي حاجة علشان خاطر ما يزعلهاش. المهم مطولش عليكم في الكلام، 8 سنين متجوزين مع بعض زيهم زي اي اتنين بيحصل ما بينهم مشاكل وخناقات وبيعدوها. المهم استاذ احمد ده مراته دي بتشتغل وهو رافض تماما مبدأ الشغل، بس برضه عشان ما يزعلهاش بيسيبها تروح الشغل. فمرة من المرات قالت له بقول لك ايه، انا عايزه اخرج اشتري حاجات. قال لها ماشي يا ستي روحي. وهو كمان خرج مع صاحبه، وهما ماشيين في الطريق صاحبه قال له بقول لك ايه، انا عايزه ادخل المول ده اشتري شويه حاجات. قال له يلا بينا يا سيدي، ايه المشكله؟ وفعلا دخلوا المول. ودخل المول واذ يتفاجئ بمراته قاعده مع اتنين من اصحابها، وهو كان مانعها ان هي تقعد مع الاتنين دول بالذات. الله اعلم السبب، المهم هو بيقول ان انا كنت مانعها ان هي تقابلهم خالص. شافها من بعيد لبعيد ومرضاش يكلمها. وبعد كده روح البيت، ولما روح سأل مراته ايه يا حبيبتي رحتي فين واشتريتي ايه؟ فطبعا الراجل يا عيني بقلبه الطيب فهم ان هي هتقول له ان هي كانت فين، وهتعترف له ان هي راحت وقابلت صحابها دول اللي هو كان منحها ان هي تقابلهم. لكن مراته ما قالتلوش اي حاجه. طبعا اتغاظ بقى وقعد ايه يهري وينكت في نفسه ازاي ما تقولوش. المهم راح ايه قال لها انا شفتك في المول وانتي قاعده مع اصحابك دول، انا مش قايل لك يا بنت الناس ما تكلمهمش؟ قالت له طب هعمل ايه، هم اتصلوا بيا وقالوا لي احنا عايزين نشوفك وكان لازم اروح لهم. قال لها يعني تسمعي كلامهم ولا تسمعي كلامي؟ قالت له بقول لك ايه، هو ده اللي حصل. قال لها طيب بكره الصبح هكلم اهلك يجي واخدوكي. المهم ايه اتصلت بوالدتها، جت الصبح وقعدت تتكلم معاه وحقك علينا ويهديك ويرضيك. المهم استاذ احمد قال لها خلاص يا ستي انا مسامح في حقي، بس ما تعملش كده تاني وتسمع كلامي. قالت له خلاص ماشي، وانا مش هعمل كده تاني، مش هعمل اي حاجه من وراك. لحد كده تمام؟ تمام. مرة تانية بقى في واحدة صاحبتهم هما الاتنين، يعني صاحبتها وفي نفس الوقت مرات صاحبه، فهم كلهم كده أصحاب في بعض. قابلها مرة مع صاحبه فقاعدين بيتكلموا، قالت له أنا كنت مع مراتك اليوم الفلاني في الكافيه الفلاني وقعدنا شربنا شيشة. أستاذ أحمد بقى اتجن. شيشة؟ ده أنا مانعها من شرب الشيشة، تشرب شيشة ليه؟ المهم برضو ايه راح وقال لها فلانة بتقول ان انت شربتي شيشة معاها، ليه؟ انا مش منعك. قالت له معلش كانت مرة وحقك عليا ويهديك ويرضيك ومش عارف ايه. المهم وعدى الموضوع. قال لها خلاص دي اخر مرة، ما تشربيش شيشة تاني. قالت له خلاص يا حبيبي مش هيحصل تاني خلاص. وتروح الايام وتيجي الايام، في مرة كده وهم قاعدين مع بعض كده قاعدة حلوة، قالت له بقول لك ايه، انا نفسي اشرب سجاير. قال لها نعم يا اختي، انت اتجننتي في عقلك ولا ايه؟ سجاير اللي تشربيها؟ قالت له ايه المشكله يعني لما اشرب سجاير؟ قال لها يعني انت تبطلي الشيشه وتروحي تشربي سجاير؟ الكلام ده ما ينفعنيش. وهقول لك على حاجه كمان، انت هتقعدي من الشغل مش رايحه الشغل تاني، لان الشغل ده هو اللي بيخليكي تتصرفي التصرفات دي وبتتصرفي غلط دايما وبتقابلي ناس انا مش عايزك تقابليهم. المهم كلمة منه على 78 كلمة منها غلطت فيه، هوب راحت شتماه. طبعا الراجل بقى كان هيتجن، راح خدها من ايديها ووداها عند اهلها. قال لهم بقول لكم ايه، بنتكم غلطت فيا وبنتكم ما تلزمنيش، وسابهم ومشى. يوم والتاني مستني ان اهلها يكلموه علشان خاطر يجي يصالحها او هي تصالحه يعني، واهلها يقولوا له خلاص بقى يا عم خدها وروحوا بيتكم وما تخربوش على نفسكم. لكن للاسف محدش كلمه ولا عبره ولا حد قال له انت فين. وتروح الايام وتيجي الايام يلاقي مراته بتتصل بيه وتقول له بقول لك ايه، انا عايزه اتطلق. قال لها نعم. قالت له انا عايزه اتطلق. قال لها ليه يا بنتي؟ طب خلاص طب نتصالح. ايه ده؟ انت اللي بتنخ؟ يعني كمان هي اللي غلطانه وانت اللي عايز تروح تصالحها؟ يا استاذ احمد مش كده. ما علينا. المهم قعد يصالح فيها ويهديكي ويرضيكي وتعالي وما نخربش البيت. قالت له ابدا، انا عايزه اتطلق يعني عايزه اتطلق. وواضح جدا ان اهلها موافقينها على كده. فالأستاذ أحمد بقى بيقول أنا مش عارف أعمل إيه، أنا بحبها ومش عايزة أخرب بيتي، هل أطلقها ولا أروح أستسمحها وأتحايل عليها عشان ترجع البيت تاني؟ إيه يا أستاذ أحمد؟
ايه يا استاذ احمد؟ ده سؤال يتسأل برضه يا راجل. يعني مراتك بتشرب سجاير من وراك، وبتشرب شيشة، وبتشتمك، وبتبهدلك، وبتروح تقابل ناس انت مانعها ان هي تقابلهم ومن وراك، وطالبة ان هي تتطلق منك، ومش عايزاك ولا عايزة تعيش معاك، تروح تستسمحها وتصالحها علشان خاطر ترجع لك؟ طب ده الحمد لله ان مفيش ما بينكوا عيال. لو في عيال نقول ماشي يا سيدي، انت برضو اللي باقي على البيت علشان البيت ما يتهدش عشان خاطر عيالك، لكن ده الحمد لله مفيش ولاد، والست مش عايزاك وبتبهدلك وبتهزقك. ايه يا استاذ احمد؟ ايه يا استاذ احمد؟ فين الرجوله؟ ما خلاص بقى، اللي باعنا خسر دلعنا. وعلى رأي الست أصالة، نمسك ليه في اللي غايب؟ ما هو مش من قلة الحبايب. واخيرا يا جماعة، بلاش نقيد صوابعنا العشرة شمع لحد اعمى ما بيشوفش، لان دي مش تضحية، ده غباء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم الحلقة الجاية، استنوني.